ما تيجوا نعمل الصيادية على طريقة البورسعيدية، بجد من اسهل واحلى الوصفات طريقة البورسعيدية. يلا بينا نشوف طريقتنا في السمك المقلي وكمان في الصيادية ازاي. يلا بينا. اول حاجة طبعا عندنا سمك يكون جزل يعني كبير، وكمان عندنا بصلتين. اي سمك، اي نوع سمك ممكن تستعمليه في الصيادية. انا استعملت النهاردة البوري. عندي حلة زي ما انتم شايفين، حطيت فيها كمية زيت مناسبة للرز وكمان للشوربة. حطيت البصلتين وبدات ان انا اقلب فيهم بالشكل ده لحد ما ياخدوا معايا لون غامق. هنفضل نقلب ايدينا، ما تسيبش المعلقه خالص لحد ما ناخد الدرجه دي. انا عايزاها درجه غامقه وفي نفس الوقت ما تكونش محروقه. حطيت عليها ملح وحطيت عليها فلفل وكوبايه ميه، وكمان حطيت فصين من الحبهان. هغطي عليهم لحد ما يغلوا وتنشف تاني. هتكون معايا البصله دابت خالص. هبدا بقى انزل بكميه الميه اللي تقضي الرز وكمان الشوربه، وبعدين هغطي عليها واحط لها طماطميتين زي ما انتم شايفين سخنطتين، وهنوطي عليها ونسيبها تغلي كويس جدا. بعد ما الشوربه بتاعتنا تغلي كويس جدا هناخد نص الكميه وننزل بالسمك بتاعنا اللي هو عباره عن الرصان وكمان الديول. وسبت القطعه اللي في النص دي باخد منها الشوكه، وبتبقى قطعه فيليه خالص من غير شوك، وبنقليها وبتبقى جميله جدا معانا. النص التاني حطيت فيه الرز وقلبته وظبطت الحدق بتاعه، وكمان هوطي عليه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. السمك تومته، حطيت توم مفروم وكمان حطيت كمون وفلفل وشطه وكمان كزبره وعصير ليمون وخل، وبقى كده معايا تمام جدا. هنسيب السمك في التتبيله نص ساعه، وبعدين هنبدا نعفره بالدقيق وهننفضه من الدقيق كويس جدا جدا، وبعدين هنروح نقليه. هنقليه بقى على درجه حراره متوسطه، وهيبقى معانا زي الفل، وهيبقى لونه تحفه وجميل زي ما هتشوفوا معايا. والسمك الصياديه ما شاء الله بتغلي وجميله جدا ولونها تحفه جدا. شايفين لون الصياديه يا بنات؟ هو ده اللون المظبوط. هنغرف بقى مع بعض. بعد ما استوت الصياديه معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، حطيت القطع، وبعدين بقى لازم نصفيها كويس جدا واحنا بنقدمها، وبتبقى معانا بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا. اسهل طريقه ممكن تشوفوها للصياديه هي طريقه البورسعيديه، ما فيهاش تعقيد ولا فيها كلاكيع ولا فيها توابل كتير ولا فلفل ولا كلام من ده خالص. عباره عن بس توم وبصل وشويه فلفل اسود، ويبقى معاكي احلى اكله. دي كانت معايا طريقه البورسعيديه في الصياديه. يا رب تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا الفيديو وتعملوا لايك وشير وكومنت جميل كده من ايدك، واشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله. مع الف سلامه.